لو سألتك دلوقتي الساعة كام؟ هتقول لي 5 مثلا. طب لو سألتك دلوقتي الساعة كام على المريخ؟ تقول لي مريخ؟ وانا مالي يا عم ومال المريخ؟ عم ركز معايا بس ثواني عشان السؤال ده حير العلماء لمدة قرون. عمرك سألت نفسك ليه لما بتكون مستني نتيجة امتحان بتلاقي ان الثواني بتعدي كأنها ساعات؟ احنا كنا فاكرين ان ده مجرد شعور نفسي بس، لحد ما جه واحد شعره منكوش وغير طريقة تفكيرنا عن العالم كله، وقرر انه هيهد الكون كله ويبنيه من الاول. النهارده احنا جايين نهد الزمكان القديم ونشوف ازاي اينشتاين هدم فكره البعد الرابع القديمه وبنى لنا مسرح تاني جديد مرن ومجنون. هات شاي المتين وركز معايا لاننا خارجين في رحله هتغير تفكيرك عن كل حاجه حواليك. زمان قبل ما اينشتاين يقلب الترابيزه كان في دكتور مكتشف عظيم كلنا بندعي عليه في امتحانات الثانويه العامه، اسحاق نيوتن. نيوتن ده كان راجل رصين ومحترم لدرجه ان قوانينه خلتنا نبني كباري ونطلع لحد القمر. بس نيوتن كان شايف ان الكون ده عباره عن مسرح خشبي ثابت. نيوتن كان بيقول لك ايه بقى؟ المكان ده عباره عن الاوضه اللي احنا فيها دي، ثابته ما بتتحركش، لا بتكبر ولا بتصغر، مجرد صوره ميته للاحداث. الوقت ده هو ساعه كونيه كبيره زي المتعلقه على حيطه بيتكم، تك تك تك، نمط ثابت على الكل. يعني الثانية عندنا في الأوضة دي هي نفس الثانية عند الكائن الفضائي اللي في مجرة أندروميدا وبياكل كشري. الوقت مطلق وما بيجاملش حد، مفيش وقت سريع أو وقت بطيء. في فيزياء نيوتن الوقت كله مظبوط على ستوب ووتش واحدة. الدنيا كانت ماشية لوز اللوز والفيزياء كانت سهلة وبنت حلال، والعلماء كانوا فاكرين انهم خلاص فهموا كل حاجة وفضل لنا شوية تظبيطات وخلاص نبقى قفلنا لعبة الكون ده يا معلم. لحد ما جه ألبرت أينشتاين بوظ لهم الحفلة دي كلها. لو مش عارف مين أينشتاين شوف الفيديو اللي هيبقى هنا أو هنا، مش عارف هيبقى فين يعني. أينشتاين سنة 1905 وهو قاعد في مكتب براءات الاختراع بتاعه قال لنيوتن شوف بقى خد النظرية بتاعتك دي في جيبك واتكل على الله. طب ليه يا عم أينشتاين بس؟ هقول لك أينشتاين قال له كده ليه بس بعد ما تقول لي إيه رأيك في النظارة. وحشة؟ ماشي. بص يا سيدي، ألبرت أينشتاين اكتشف إن سرعة الضوء ثابتة. تقول لي ده إيه علاقته بالموضوع؟ وأصلا فيها إيه لما تبقى سرعة الضوء ثابتة؟ استنى بس عليا وأنا هفهمك. لو أنا مثلا حدفت عليك كورة سرعتها 20 كيلومتر في الساعة، أنا وأنت هنشوفها بنفس السرعة اللي هي 20 كيلومتر في الساعة. طب لو أنت اتحركت ناحية الكورة، يعني أنا حدفت عليك الكورة كده وأنت جريت مثلا بسرعة 10 كيلومتر في الساعة، أنا هشوفها 20 كيلومتر في الساعة لكن أنت تشوفها 10 بس، يعني طرحت السرعة الفعلية من سرعتك. ابسطها لك، لو انت ماشي بالعربيه ومطلع وشك كده وعربيه جايه عكسك، انت هتشوف سرعتها وسرعتك مجموعين على بعض، يعني السرعه كده لو انتوا نفس السرعه السرعه هتتضاعف. طب وايه علاقته بالضوء؟ الضوء بقى عكس كل ده تماما. الضوء ملوش دعوه، انت ماشي عكسه ومعاه، هو سرعته ثابته 300 الف كيلومتر في الساعه، ملوش دعوه باي تغيرات تانية. طب وبرضه ايه علاقه ده باللي احنا بنقول عليه؟ احنا خدنا زمان ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن. ما دام السرعه ثابته معنى كده ان المسافه والزمن لازم يفضلوا يتحركوا عشان يخلوا السرعه ثابته. يعني ايه؟ يعني فلنفترض ان السرعه نص، المسافة والزمن ممكن يبقوا 5/10، 10/20، مش مهم. المهم هما يفضلوا يتحركوا كده، المهم السرعة تطلع نص، النتيجة هتبقى ثابتة. طب هما ايه المسافة والزمن دول؟ المسافة هي المكان والزمن هو الزمان. يعني اينشتاين جه للعالم كله وقال نيوتن كلامه غلط، هو مش مسرح ثابت. المكان والزمان بيضحوا بنفسهم ويتغيروا ويتمدوا ويتحركوا عشان يخلوا سرعة الضوء دايما ثابتة. طبعا الكلام ده كان اياميها جنون ومحدش صدق. اينشتاين قالك الزمان والمكان مش حاجتين منفصلين. فكك من الكلام ده، الزمان والمكان هما نفس الحاجة، حاجتين مرتبطين مع بعض بيكونوا نسيج الكون، ومع بعض بيكونوا ما يسمى بالسبيس تايم او الزمكان، نسيج واحد متوصل ببعضه. الكون ما بقاش مسرح ثابت يا معلم زي ما قال اسحاق نيوتن، لا، اينشتاين فهمنا ان المسرح ده مكان مرن جدا ومرعب وبيتأثر بأي حاجة بتمشي عليه. تخيل معايا بقى انك جبت القماشة اللي هي الكون وقمت جاي شددها، قمت جاي رامي عليها كرة حديد تقيلة زي الشمس. الكرة دي هتاخد القماشة وتنزل لتحت، تعمل زي حفرة او تمطيط في القماش. ولو مثلا جبت كرة تانية صغيرة شوية زي الارض وقمت جاي ممشيها على القماشة دي، هتلاقي ان الكرة الصغيرة بتروح ناحية الحفرة اللي عملتها الكرة الحديد. ده بالظبط اللي بيحصل في الكون بتاعنا.
الشمس عملت في النسيج الكوني اللي هو الزمكان تمدد بسيط، فالتمدد ده خلى ان اي حاجة حواليه بتنجذب، وهو ده معنى الجاذبية اللي قاله اينشتاين. الجاذبية ما بقتش قوة سحرية شغالة من العدم، لا، ده خلل في نسيج الكون خلى ان كل الكواكب تتسحب ناحية الشمس. على بقى للبعبع، البعد الرابع. الناس هتسمع كلمة البعد الرابع دلوقتي هتتخيل حاجات بتمشي على الحيطة واكوان موازية وحاجات مارفل كده، احنا ملناش دعوة بيها. بص يا صاحبي، الموضوع ابسط من كده بكتير، احنا هناخده بالتدريج واحدة واحدة عشان دماغك ما تسحش وركز معايا. البعد الصفري، هتجيب ورقة وقلم وترسم نقطة بس، هو ده البعد الصفري، مفيش اي حاجة تانية. البعد احادي الابعاد، ال1D ده بقى هتقوم جاي واخد النقطة دي عامل نقطة زيها وراسم ما بينهم خط، تقدر تتحرك يمين وشمال بس مفيش اي اتجاه تاني تقدر تتحرك فيه. ال2D، عايزك تفتكر معايا كده العاب زمان، لعبة ماريو، كنت بتقدر تتحرك يمين شمال فوق وتحت بس، اخرك متقدرش تتحرك بره الشاشة ويطلع لي ماريو، لا طبعا. البعد الثالث 3D، ده البعد اللي احنا عايشين فيه، تقدر تتحرك في اي مكان براحتك، فوق تحت يمين شمال، تنزل تحت حفرة تطلع فوق براحتك. 3 ابعاد تقدر تتحرك فيهم، طول العرض الارتفاع. طب وايه حوار البعد الرابع ده بقى؟ البعد الرابع هو الزمن. اينشتاين جه قال لنا ان المكان والزمن مش حاجتين منفصلين، هما نفس الحاجة. اقول لك يا سيدي هبسطها لك، لو انت رنيت على واحد صاحبك وقلت له ايوه احنا عايزين نتقابل في المول الفلاني في الدور التالت في الكافيه اللي اسمه كذا، وسكت وقفلت السكه، هو هيروح هناك يفضل قاعد يتخلل وانت لسه ما روحتش. ليه؟ لانك ما استخدمتش البعد الرابع، ما قلتلوش امتى. المفروض ترن عليه تقول له هنتقابل الساعه كذا، دلوقتي انت ما عرفتوش الزمن. عشان تعيش في الكون ده لازم تستخدم الاربع ابعاد، 3 ابعاد المكانيه وبعد الزمن هو الاهم. من غير البعد الرابع الكون ده هيبقى عباره عن صوره فوتوغرافيه ثابته وميته، الجبال ما بتتحركش، مفيش اي كواكب بتلف، انت متجمد مكانك من غير اي حركه. لكن ببعد الزمن الكون ده بيتحول لفيلم سيما شغال وبيتحرك قدام عينيك. الزمن هو البعد اللي بنسافر فيه كلنا للمستقبل، ثانية بثانية غصب عننا من غير ما نقدر نتحكم فيه. يعني من الآخر كده نيوتن كان شايفنا عايشين جوا علبة كبريت فاضية وميتة وما فيهاش أي حاجة، والزمن شغال بيعد بره براحته. لكن أينشتاين فهمنا إننا عايشين جوا نسيج كوني مطاطي ومجنون، الزمن فيه بيبطأ لو جريت بسرعة، والمكان فيه بينكمش لو الكتلة زادت، كون مرن زي العجينة، انت بتأثر فيه وهو بيأثر فيك. بس الغريب هنا بقى ان قوانين نيوتن زمان كانت شغاله وخلتنا نحسب حاجات كتير، والغريب برضو ان قوانين اينشتاين شغاله. الاتنين كانوا علماء جبابره، عملوا لنا كون جديد ورسموا لنا خريطه خلتنا نبني عليها حاجات كتيره جدا. لو عجبتك اللفه السريعه دي في نسيج الكون ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، لان المحتوى الجاي صدقني هيعجبك، والفيديوهات الجايه هنروح فيها لاماكن بعيده اكتر الزمن فيها بيقف تماما، فاستنى الحلقات الجايه. وشير الفيديو مع صاحبك اللي دايما بتتاخر عليه وقول له معلش اصل البعد الرابع مط شويه عندي. سلام.